كذا مو على تحليل السوق، على السيولة لو تكون عندنا قاع، وهو قاع لازم مستهدف من السيولة، لازم السعر يرجع ياخذه صح. فأنت كون لك قاع ثاني أخذ القاع السابق، فهنا يعتبر عندك سترونج راح يصير صح. طيب نفس الوقت طيب لحظة واحدة، لحظة عشان ما نتوهش من بعض. انت دلوقتي بتقول ان السعر مثلا وليكن عندي قاع اهو، هو بيصحح عشان يستهدفه صح كده، ممتاز وهو هنا عمل لي قاع وبعد كده طلع شوية وراح طلع نازل سحب دول صح كده. ممتاز. هنا هسه هذا عندك يعتبر سترونج صح. ده كده سترونج الى حق بس مستنيه يكسر. حلو ممتاز، يعني المهم يعتبر سترونج. تمام. طيب يا كوتش، لو تكون عندك قيعان فوق هذا القاع نعتبرهم مستهدفة لو غير مستهدفين؟ قاعان هنا قصدك، يعني خلينا نقول ان دي كده نفس الرسم اللي رسمته بس كمل عليه يعني. اتجاه صاعد بسيط. ممتاز، يعني لو كوننا قيعان تمام. بص يا معلم، السؤال ده حلو. اولا انا بدور على اتجاه هابط، بدور اول حاجة على الاتجاه، اتفقنا، لان هي ليها كذا حاجة، ليها كذا رد مش رد واحد. اول حاجة انا اشوف الاتجاه اصلا عندي كان صاعد وهابط، ولا هو مثلا بقاله موجتين تلاتة هابط. يعني مش احنا دايما، مش دايما ممكن تلاقي السعر مثلا هابط، بلاش هابط مثلا صاعد صح كده، ومرة واحدة تلاقيه هبط، عملك تشك هنا اهو ماشي، فانت خلاص تقول الاتجاه هابط ويبدأ يصحح ويبدأ ينزل، بس ما ينزلش ويكمل صعود. بتحصل مرة، تحصل بس مش كتير في الشرط. تمام. طيب، ممتاز. فاحنا الاول عايزين بس نركز الموجة دي، هل الموجة دي جاية من مرة هبوط ولا هي اصلا جاية من مرتين هبوط؟ يعني هو اصلا الموجة اصلا هابطة ولا لا؟ دي اول حاجة. خلينا نتكلم باللي بيحصل كتير على الشرط، هي اصلا جاية من موجة هابطة قوية. تمام. يبقى خلاص خلينا نقول لحد دلوقتي 60% من منطقة تتكسر، عشان بس ايه نكمل اتجاه الهابط. تمام كده. طيب، يبقى دي اول حاجة. طب احنا عايزين بقى ايه نعلي البرسنت دي واحدة واحدة. طيب، لما لقينا السعر مثلا وليكن انا عندي منطقة اهتمام هنا، وانا بعت من هنا وهستهدف الايه، القاع الطبيعي عشان يبدأ يكسر لي في قاعان. طيب، ولاقي السعر بدأ يعمل لي قاع وبدأ يصحح شوية، راح نازل عمل لي بديل، لأن النهاردة حصلت على ال اليورو. الكلام ده حصل على اليورو النهاردة على فريم الدقيقة، كنت قاعد كده بحاول أتكلم مع الشرط، حصل بالظبط على فريم الدقيقة، وهشرح لك وهوريك حصل فين، أحاول أجيبها لك ماشي. طيب، دلوقتي أنا السعر اداني قاعين وبعد كده راح نازل خدهم لي بديل او سكوب، لان هو من البديهي ان هو هيديك سكوب، لازم يديك سكوب في المنطقه دي. مش هينزل لك كده، لو ما ادكش سكوب هينزل يكمل صعود وبعد كده بدأ يصعد. طيب، السعر هنا بيبقى فيه ناس، يعني هفهمها لك بالمنطق كده، وليكن مش 100% ولكن بالمنطق. بيقول لك ايه، بيقول لك ان في ناس دخلت من هنا كتير جدا، بتبقى مثلا المنطقه اللي باعوا من عندها، المنطقه دي باعوا من عندها ناس كتير جدا 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 جدا، او منطقه واضحه او اوردر بلوك واضح. تمام كده. فالسعر بتلاقيه ايه، وكله مستهدف المنطقه دي ان احنا في اتجاه هابط، والناس المبتدئه هتخش الصفقه، والناس اللي لسه جديده هتخش الصفقه وهكذا. تمام كده. طيب، تلاقي السعر بدأ ايه يوهم الناس ان هو بيبدأ يهبط يهبط يهبط، ويقوم عامل لك قاعين، يبدأ يصحح شويه ويكمل هبوط، يقوم سحب السيوله ويبدأ يصعد. بيصعد يعمل لك ايه بقى يا معلم؟ بيصعد لا اما ياخد سيوله الناس اللي دخلت من هنا، او يهم بقى الناس ان هم يخرجوا، المهم يضرب لك تأمينات وبعد كده يبدأ ينزل. بس ده تعرفها امتى يبدأ ينزل؟ لو هو هنا ساب لك السيوله اللي احنا دارسينها، لان احنا برضو مش كل الكعان احنا عارفين دلوقتي ان السيوله ممكن نستهدفها من المنطقه دي وممكن سيوله ما نستهدفهاش. اتفقنا على الحته دي ولا ما اتفقناش؟ هنشوف السعر لما يبدأ يطلع لي يسحب لي المنطقه دي وهو طالع، هل هيسيب هنا سيوله مستهدفه ولا مش مستهدفه؟ لو هو هنا وهو طالع ساب لك سيوله مستهدفه، يبقى انت هيتضرب لك هنا تأمين من الصفقه، وانت اصلا عارف ان هيضرب لك تأمين، لان الناس برضو كلها داخله، والناس على فكره بيحصل مشاكل كتير جدا في الموضوع ده، السوق زباله، السوق مش عارف ايه، يطلع يضرب لهم تأمين، وبعد كده انت بقى فاهم في السيوله شويه، خلاص تبدأ تاخد سكوب من هنا، ومن بعدها تبدأ تبيع تتارجت المنطقه دي، لان السعر
عايز يطلع بس القوة البيعية قوية جدا، فيقوم السعر عمل لك ايه؟ عمل لك قاع التاني عشان ينزل ياخدهم، يديك سكوب، يطلع يسحب المنطقة دي، يخرج كل الناس تتوهم بقى ان خلاص السعر غير اتجاه، ومن بعدها ينزل ياخد لك القاعات دي. طيب حصلت بقى على الدقيقة، انا هعرف اجيبها لكم ان شاء الله، هعرف اجيبها لكم. كانت قبل الهبوط ده، اتفقنا؟ طيب كانت قبل الهبوط ده. انا هوريكم المتابعة على الشرط حتى بتوصل معايا للدقيقة. شوف انت بالصدفة بتقول لي مثال، اهو حصلت هنا على الدقيقة، وانا بقول لك حصل على اليورو بالدقيقة. اعرف ان انا، او مش انا يعني، اي حد بيفضل يتابع على الشرط واحدة واحدة يعرف كل النماذج اللي بتحصل على الشرط. ماشي. طيب تعالى بص هنا السعر بدأ يعمل لك ايه. هنا السعر بدأ يهبط اهو زي ما انت شايف، اتفقنا؟ موجة هابطة اهو. خلينا نبدأ من هنا، اداني هنا قاع تمام كده، بدأ يصعد يصعد يصعد، ومن بعدها ايه؟ كسر ضعيف، اطلع كسر ضعيف وبدأ يهبط. فاصلا انا كنت محلل الازواج ان فعلا الزوج زي ما انتوا كنتوا محللين الجي بي بي هيهبط، كنت انا محلل اليورو هيهبط شويه. تمام. طيب انا بالنسبه للدقيقه كان فين القاع بتاعي؟ كانت هنا. انا كنت براقب الشرط على الدقيقه يا شباب، عشان كنت قاعد شويه كده بحاول اشوف برضو الشرط اذا كان هو بقى بيتغير كتير، هل هو فعلا بدأ يحترم الاتجاه، يعني حاجات كده زي ما بقول لكم لما بقعد كده مع نفسي شويه بحاول اطور كده من فرجتي للشرط. فكويس ان جه المثال ده، وكويس ان انا فكرتني بيه يعني. طيب انا دلوقتي متارجت المنطقه دي كسيوله، اتفقنا؟ طيب بص بقى هنا السعر بدأ يهبط من هنا اهو، واخدين بالكم؟ وبعد كده بدأ يصعد، ادينا قاع في التاني، بص كده، في التالت، وبدأ يصعد، اتفقنا؟ طيب لما بدأ يصعد عندي قاعين اهو، ركز معايا كده، قاعين اهو. السعر راح نازل لك، ودي تقريبا دي التالتة برضو. انا السعر هينزل يكسر المنطقة دي، وانا متأكد 100% ان هو ينزل يكسر المنطقة دي، فاهم الفكرة؟ ولكن برضه عشان في ناس برضه مبتدئة بتجري ورا الفوليوم زي ما انت شايف كده، ممكن انا يعني انا فاهم انا بقول لك إيه كويس جدا. في ناس باعت من هنا، وناس باعت من هنا، وناس باعت من هنا، انا عارف انا بقول لك إيه كويس جدا. لان برضه كان الاتجاه الى مايل الى الهبوط اكتر، تمام كده؟ طيب السعر بص عمل لك ايه بقى؟ خد لك كل الكلام ده بالايه؟ بالسكوب ده، وبدأ يطلع صح على السكوب، وراح طالع عمل لك ايه بقى هنا؟ خد لك السيره اللي بقول لك عليها، وتقريبا خد المنطقه دي، واتفرج على الهبوط العنيف اللي انا بكلمك فيه. بس مع العلم ان انا كنت محلل الزوج فعلا كان هابط، اتفرج على الهبوط العنيف بقى. مش عارف خد هنا وفضل ماشي عرض شويه، بص بقى الهبوط جاب كله، جاب كله. فهو ده الرد على سؤالك يا سعد. هل فهمت ولا ما فهمتش؟ ممتاز يا كوتش. عندي استفسار آخر، يمكن هو هذا اللي أخصه عنه. أنت تكلمت بالفيديوهات أكثر من مرة إنه أغلب الأحيان صانع السوق أو السعر يطلع على النظافة، بحيث ينظف السيولة وما يخلي أي شيء تحت حتى يطلع لحاله، صح؟ تمام. حلو. بعد ما ينظف الشاط ويصعد السعر على نظافة لحاله صانع السوق، لو كون لي قيعان بعدها، أعتبر قيعان مستهدفة سيولة ولا؟ طيب خلينا نقول ان احنا في اتجاه صاعد ولا هابط؟ حسب الاتجاه، خلينا نقول لو كان الاتجاه هابط ماكو مشكلة يعني، طيب أهم شيء الاتجاه الرئيسي يعني خلاص إنه الاتجاه الرئيسي هابط اهو، صح كده؟ ممتاز. طيب وانت بتقول ان هو مثلا وليكن ان هو فضل سايب لي شويه سيوله هنا كده، ممتاز، وبعد كده نظف على نظافة وصعد لحاله. هو بقى مش هيصعد، هو هينضف عشان يهبط، صح ولا انت قصدك ايه؟ إيه صح، الاتجاه لأنه هابط. خلاص هو نضف وسند شويه وبدأ يكمل الايه؟ الهبوط بتاعه. طيب فين ممتاز. بقى سؤالك انت؟ سؤالي بعد ما نظف وهبط السترونج الأخيرة، لو كون لي قيعان بعدها، أعتبرها كمم بقى مستهدفة؟ ولا كعان؟ لا، الاتجاه هابط قمة، يعني هسه القمة الأخيرة اللي كونها طيب حصل هو لها. هنا عمل لي ايه؟ هو هنا عمل لي ايه؟ عمل لي سترونج ونضف، ممتاز. خلاص نضف اهو، كان حلو. مثلا دي السيوله، ونضف وبدأ يهبط، بيتارجت تمام الايه؟ طيب، بيتارجت يعني المنطقه دي. عندك يا كوتش، يعني عندك هذا القمم اللي رسمتها حضرتك، الاثنين هذول نعتبرهم مستهدفين ولا هذول الاثنين؟ انا هقول لك، هل السعر اصلا هينزل كل ده مره واحده؟ سواء ان حتى ال القاع ده ممكن يكون بعيد شويه او قريب، ما علينا ملناش علاقه. بس هل انت صح. تتوقع ان السعر، انت سيدي صانع السوق فكر معايا، هل انت تصعد مره واحده كده؟ قصدي هتهبط مره لا واحده؟ مش طبيعي، مش لا. بديهي، فاهم الفكره؟ طيب. لا السعر يا باشا هيبدا يهبط، يصحح شويه، يهبط، يصحح شويه. بتعرف بقى تحدد دي
من السيوله اللي احنا بنشتغل عليها. يعني على حسب شكل السيوله، هل السعر فعلا طلع وسند على منطقه ولا لا؟ طب هل هو اداني اكتر من قمه ولا لا؟ طب هو اصلا لما بدأ ينزل وتارجت المنطقه دي، واخد بالك انت، وهيبدأ يصحح وهو بيصحح، يعني مثلا برضو احط في حسبانك الكسر برضو، هل الكسر كان ضعيف ان هو يطلع يجيب لي المنطقه؟ بص يا سعد، ليها اسئله كتير واجابه كتير جدا، يعني برضو على حسب فين في الشرط. المهم اللي اقدر اقوله لك، وريني امثله واقدر اقول لك لا مش هيصحح، لا هيصحح، لا هيصحح قد ايه، بناء على اللي انا شايفه في الشرط. انما لو هرد على السؤال ده هبدا اقول لك لو كده يبقى كده، لو كده يبقى كده، مش هنتوه من بعضنا. فهمت الفكره؟ لا ممتاز يا كوتش، الله يجزاك خير. حبيبي يا سعد. المهم بس اللي انت قلت على السؤال الاول بتاع الدقيقه ده، اللي انا شرحت لك على الدقيقه ده، سؤال كويس جدا على فكره. وانا كويس ان انا يعني حظك ان احنا اتكلمنا فيه النهارده، وانا كنت براقب الشرط النهارده وحصلت معايا النموذج ده. ممتاز، لانه صراحه يا كوتش السيوله مو مثل ما يعني مثل ما شفناها بالفيديوهات اللي حضرتك نزلت. السيوله فعلا شيء متعمق، شيء واسع كثير، يعني مرات تصادفك شغلات على الشهر تدوخ فيها. مثل هذه الاشياء. انا لما خلصت المستوى الثاني، اللي احنا طبعا كلنا واخدين المستوى الاولاني كمدفوع صح؟ لا كمجاني على اليوتيوب. المستوى التاني انا لما خلصته انا حاولت اشرحه بكل بساطه، لدرجه ان انا حسيت ان انتوا فهمتوها من اول، لان انا برضو زي ما قلت لكم، او زي ما انتوا شايفين شفت الفيديوهات، انا مبسطها على قد ما اقدر. طبعا في تعقيدات اكتر من كده، ولكن انا مبسطها لان انا عارف في بدايه كده الكورسات، في بدايه اي واحد لما بياخد الكورس بيحاول الدنيا تبقى سمباتيك كده زي ما بنقول بالمصري، حاول الدنيا تبقى سهله، وده اللي انا حاولت ان انا اعمله. لازم تفهم هو اي نعم انا شرحت لكم بكل السلاسه والسهوله، ولكن انتوا لحد دلوقتي ما شاء الله واخدين السوق طالع نازل، بس لسه ما فهمتوش برضو 100%. هتفهموها امتى؟ مع الوقت. يعني انت سعد برضو قلت لي كلمه حلوه، قلت لي انا كل ما اخش اتفرج على الفيديوهات، هي فيديوهات سهله انا حاسسها سهله، بس اتفرجت عليها 4 مرات كل مره بكتشف حاجه جديده، صح؟ وانا اقول لك ان انت لو اتفرجت المره ال10 كل مره هتكتشف حاجه جديده. وانا عارف انا بقول لك ايه، بس هي محتاجه ايه؟ تتفرج شويه على مثلا ككورس او اي حلقه احنا قايلين على السيوله، وتقوم داخل يا معلم على ايه؟ على الشرط، طبق شويه طبق شويه طبق شويه، بعد يومين 3 تخش تشوف نفس الحلقه، هتلاقي نفسك اكتشفت حاجه جديده من اللي انا شرحه. بس واحده واحده ان شاء الله هنبدا نظبط الدنيا. اللايفات الكتير دي هي دي اللي هتفرق معاكم باذن الله يعني. ان شاء الله يا كوتش، شكرا لك ومره صلاه والله يا كوتش. حبيبي حد بقول عنده؟ لك يا عمو، اتفضل يا معلم. انا بعت لك سكرين شوت كده على الجروب، معلش ممكن بس بص على بصه كده في حته عايز اعرف. ماشي يا سيدي. انت بعتها على الخاص ولا على الجروب؟ لا على الجروب على العام فات. طيب ده الاسترالي دولار ماله؟ اوكي بص، في انت مش هعمل لها بتاع، مش هعمل لها شير عشان تعمل بيندنج مش شرط. هجيبها لك من غير مالها يعني. ماشي مفيش مشكله. بص يا ريس، في يا رب الاوردر بلوك معاك حديده تحت سيولة ليه؟ ده تراب صح؟ ده يا باشا وانت مغمض تراب ليه سيولة يا باشا؟ كل ده بس والكوع اللي ده سترونج المفروض. ده بص، ده قوي، ده ممكن نستخدمه مرتين. هقول لك ليه. شايف كل الكلام ده اتنضف بدي، شايف كل الكلام ده اتنضف بدي، ايوه بالشمعة دي، وكمان ما قدرتش تكتر وراح نازل كسر لك تاني. انت عايز ايه تاني؟ خلاص كده. يعني هو اداك هنا سكوب ما قدرش يكسر، راح نازل سحب لك اصلا السكوب القوي. يعني المنطقه دي قويه ليه؟ واخده كل ده. اتفقنا؟ زي ما انت شايف راح السعر راح طالع كسر كل الكلام ده بقوه. انسى ان دي تتكسر، صعب جدا 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 دي تتكسر الا لما تشوف بقى ديسبيسمنت قوي. فاكرين لما انا قلت لكم مش في المستوى او في حلقات الانترنال ان احنا بنستخدم مناطق اهتمام ساعات تبقى انترن ميتيجيت ونستخدمها عادي. هنا بقى المثال اللي انا بقول لكم عليه نقدر نستخدمها عادي. هقول لك ليه. لان انا عندي زي ما قلت لك دي منضفه دول قويه وبس ما قدرش يكسر، ما كملتش القوه بتاعتها واحنا شرحناها بالتفصيل، وبعد كده السعر راح نازل سحبها وشاف الصعود خلاص كسر لي، بقت المنطقه دي قويه، صحح وكمل. تقدر برضو تخش من هنا تاني حتى لو السعر صحح. المنطقه دي صعب تتكسر بسهوله، صعب تتكسر قصدي بسهوله.
منطقه قويه تخشها تاني وانت مطمن. يعني القاعين بقى دول اصلا انجينير دي بقت خلاص انجينير ليكويديتي، السعر لما ينزل هينزل ياخدهم. خلاص نزل خدهم. خدهم خلاص. لا ما خدهمش. ما خدهمش. الانجينير بتاع. ما خدهمش بس ده بس هياخدهم يعني. خلاص نقدر نستهدفها دي. عايزك كمان عمر معلش، عايزك تشرح لنا الصفقة اللي هي اللي دخلتها على الجي بي يو اس دي، السكوب اللي انت محدده. عايز السكوب اتقنه حبة، يعني حاسس السكوب فيه حتة هو تانية. السكوب بتاعت الجي بي بي يو اس دي السكوب انا ما شرحتوش لان هو ما بيحصلش كتير على الشرط، بس هو سكوب. هو ايه السكوب؟ هي كانت فين الصفقه؟ كانت هنا صح؟ كان على 3 دقايق بالظبط. لا كانت هنا صح. كانت هنا. 3 دقايق. السكوب يا باشا اهو. احنا ده انا منزلهم على اليوتيوب من كتر ما بص يا معلم. مش احنا قلنا ان السكوب لما ادينا اول قمه وبعد كده السعر بنستناه يكسر تاني مره ياخد ده وبعد كده يديني سكوب وينزل صح كده؟ ده السكوب البديهي والطبيعي. انما احنا على فكره انا السكوب برضو قلت حلقه واحده، لسه في حلقتين تانيين عليه في المستوى اللي بعد كده، بس لما نفهم الاول شويه مش شرط. طيب هنا السعر عمل لي سكوب ولا لا؟ عمل لي سكوب اهو. سيبك من دي، انا عندي قمه تانيه اهي صح؟ راح السعر راح عمل لك ايه اهو، سحب لك. انزل يا باشا بسرعه. فاهم انت؟ ساعات بتحصل جوه المنطقه، مش شرط يسحب دي، ولكن ما بتحصلش كتير يعني، مش هتلاقيها كتير على الشرط يعني بس اقول الدخول. لك على حاجة، يعني حاجة لاحظتها في الشرط. شايف القاع اللي قبل الصعود ده، اخر قاع ده كان سترونج. ده لا القاع على الشمال، على الشمال. ده ايوه ده كان سترونج اصلا، ده كان ساحب سيوله اصلا. واخد المنطقه دي؟ لا مش واخدها. لا ما يبقى مش واخد. المهم انت برضو السكوب بتشوفه قوي او مش قوي او مكانه فين على حسب المنطقه اللي انت بتبيع منها. ما هو انت المنطقه اللي ممكن انت بتبيع منها دي تكون تراب يا بابا وانت مش واخد بالك. فاهم الفكره؟ ما هي ممكن تبقى تراب وتديك سكوب ويضرب لك السكوب ليه؟ عشان المنطقه مش تراب. انما انا لما باجي اخش صفقه وانا واثق في المنطقه دي، اهم حاجه بناء على السيوله ان السعر خلاص اكتفى ومش هيقدر يكسر، ابدا اشوف سكوب وانا مطمن. ولما يحصل سكوب من الصعب كسره. يعني انتوا لو هتاخدوا سكوبات بتبقى صعب تتكسر طول ما انت في منطقه محميه ومنطقه كويسه. السكوب اتكسر اعرف ان المنطقه نفسها مش قويه. فالمهم اهو السعر اداني قمه، طلع سحب القمه وبص اغلاق فين اهو، سكوب نموذج، شمعة سكوب نموذج، وبعد كده فير فاليو جاب قوي وبعد كده كسر لك اهو. مش هنا سبب الكسر اهو. احنا الاسترونج بتاعنا ايه؟ سحب السيوله سبب الكسر اهو، كسر لك. خلاص تبدا بقى ايه؟ انت لا تخش من هنا بس هتلاقي الستوب كبير شويه صح؟ لا اما زي ما قلت لكم ايه، هتبدا تاخد لو الفير فاليو جاب مثلا في ديسبيسمنت قوي هنعلق 50% من الفير فاليو جاب اهو مثلا، وحتى اوله ستوبك فوق السكوب امن شويه فوق خالص، ولكن يعني احنا اهي. وهدفك بقى مطرح ما تفهم ما تشوف يعني الهدف. 5 بالصوت وكانت صفقة تحفة يعني. بالظبط. فهمت. شوف جلال مثالي بعد جلال. ماشي يا جلال.